السلام عليكم يا أبطال، عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا كويسين وعلى طريق النجاح مكملين. النهاردة هبتدي الفيديو بسؤال بسيط جدا، ألا وهو: تعتقد إن الناس الناجحين اللي أنت بتشوفهم دول صحيوا من النوم لقوا نفسهم ناجحين؟ يعني هل النجاح ضربة حظ؟ لو إجابتك مش مهم تكمل الفيديو، استنى الحظ. لو إجابتك لأ وأكيد الناس دي عملت حاجة عشان توصل للمكان ده، خليك معايا في الفيديو. النهاردة هنتكلم عن 3 طرق علمية عملية مجربة هتؤدي للنجاح إن شاء الله. ركز معايا. الخطوة الأولى هي حاجة اسمها The Growth Mindset. The Growth Mindset اللي هو عقلك بينمو مش بيكبر، لا انت بتنمي عقلك. في عالمة اسمها كارول ديوك. العالمة دي عملت أبحاث كتير على ناس ناجحين ولقيت حاجة مشتركة ما بينهم، ألا وهي عشان نبسط القصة دي كلها في حاجة صغيرة. لو سألنا سؤال لشخص ناجح وهو نفس السؤال لشخص عادي، السؤال أنت أخبارك إيه في الرياضيات؟ أو أخبارك إيه في العلوم؟ أو أخبارك إيه في حاجة معينة؟ الشخص العادي هيقول لك والله مش كويس، انا مش شايف نفسي فيها، حاسس ان انا لا الحاجه دي مش بتاعتي. انت فاهمني؟ في اند بوينت او في حيطه هو لابس فيها، حاسس ان هو مش يقدر يعدي. الناجح بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا مش كويس او فيها دلوقتي، ولكن انا شغال على نفسي وفي المستقبل ان شاء الله هثبت نفسي وهكون كويس في النقطه دي. دي الخطوة الأولى، The Growth Mindset. إزاي؟ إن أنت لو عاوز تتعلم حاجة، أو لو أنت في الشغل مثلا في بوزيشن معين، أو عند مرحلة معينة وظيفية، مرحلة معينة تعليمية، الكلام ده كله طبعا للشباب، لأن إحنا إن شاء الله بإذن الله هنبني مجتمع الأبطال بالعربي إن شاء الله بإذن الله، بحيث إن إحنا نفيد بعض عند نقطة معينة. طبعا دي البدايات. زي ما أنا أخدت القرار إن أنا أشارك الطاقة الإيجابية اللي جوايا دي معاك إن شاء الله بإذنك يا رب، أكيد وإنت بتتفرج معايا هيكون كلك حماس إن إنت إن شاء الله بإذن الله تكون حاجة في الدنيا دي. طول ما الحياة مستمرة إن شاء الله بإذن الله، طول ما إحنا فكرنا ومجهودنا كمان مستمر عشان نوصل اللي إحنا عاوزينه. الخطوة الثانية، الكسل بيؤدي للموت. والله الكسل بيؤدي للموت، ممكن مش الموت الجسماني ولكن موت العقل. تعال نحسب كده، انت كام وقت، مش هقول لك دقيقة، مش هقول لك ساعة، لأنها ممكن تكون أيام وشهور، بتقضيه على السوشيال ميديا، قاعد عمال تقلب في التيك توك أو في الفيسبوك أو أيا كان في فيديوهات بلا هدف. ما فكرتش في مرة انت ضيعت من عمرك قد ايه وقت على حاجات بدون هدف؟ واحد طالع في الفيس يرقص، واحدة طالعة مش عارف بتعمل ايه، وانت مش مستفاد شيء، انت بل بالعكس انت بتفيده. صح؟ كلنا عارفين ان طبعا دلوقتي الريتش والمشاهدات ومش عارف ايه، لكن لو اتفرجت على حاجة بتفيدك، او لو قريت حاجة فعلا ممكن تفيدك في الوقت ده، هتتحرك لقدام. فتاني حاجة معانا النهاردة ألا وهي to detach، أو إن أنت تفصل نفسك عن السوشيال ميديا. ما بنقولش إن أنت تشيل الابليكيشن، أو ما بنقولش إن أنت تنسى السوشيال ميديا خالص. في ناس عملت كده، وفي ناس فعلا عندها التشالنج ده. يعني أنا هقول لك حاجة، أنا هشارك معاك حاجة أنا عملتها جميلة جدا. بقالي 6 شهور أنا مبطل تدخين. قبل 6 شهور بأسبوع لو سألتني هل ممكن تفكر إن أنت تبطل تدخين؟ كانت الإجابة لأ. ليه؟ في بعض الحاجات والعادات السلبية اللي احنا مش حاسين بيها لأن احنا شباب، فالموضوع مش مؤثر عليك ممكن صحيا، مش مؤثر عليك mentally، فبالنسبة لك لا هو عادة، لكن ممكن تبطل. وصدقني والله حياتك هتتغير. انا لو كان حد قال لي طيب هل تتوقع زي ما الناس بيقولوا ان التدخين يخلي، او عدم التدخين يخلي حياتك فعلا مختلفة؟ لا، يعني انا بلعب رياضة الحمد لله مش مؤثر علي، لا لا لا، حياتك بتتغير حرفيا. يبقى رقم 1 ده growth mindset، ان انت تنمي عقلك. لو انت في اي مكان حاول تطمح ان انت تكون في مكان احسن منه، حاول تذاكر. في حاجات اليومين دول حوالينا، واحنا دلوقتي في عصر ال AI وكلنا اكيد عارفين اللي هو الذكاء الصناعي، ممكن تستفيد منه كتير.
في مقولة اتقالت لأن في ناس تخوفت من موضوع الذكاء الاصطناعي ده إن هو هيبدل أو to replace ناس، لكن لا. سمعت مقولة جميلة جدا من واحد صاحب شركة، صاحب بيزنس، قال لك the people with AI knowledge will replace the people without AI knowledge. الناس اللي معاها ال AI knowledge هم اللي هيبدلوا الناس اللي معهمش ال AI knowledge أو معرفة ال AI الذكاء الاصطناعي. فلا، ما تخافش، بل بالعكس. يعني أنا كنت في محادثة مع حد برضو من الشركة، وكنا قاعدين بنتكلم، فالناس بيقولوا ال AI وإحنا مخنا هيتخن بسبب إن إحنا بنستخدم. لا، إحنا بنستخدم الذكاء ده، مش ده بالظبط، من زمان. يعني أبسط مثال الآلة الحاسبة. قبل الآلة الحاسبة كنا بنقعد نعد على صوابعنا ونمسك ونضرب ونتعلم معادلات معينة عشان تطلع لك النتيجة، ولكن دلوقتي مين فينا بيعمل المجهود اللي هو يجيب المعادلة ويحط الرقمين وبعد كده الأربع أرقام؟ لا، كله دلوقتي بالكالكوليتر أو بالموبايل بتاعك، صح؟ فدلوقتي أنا لو واقف قدامي اتنين، واحد هيقول لي حل المعادلة بسرعة باستخدام الآلة الحاسبة، عندي أحسن 20,000 مرة لأنه هيفيدني في البيزنس، من إن واحد يقول لي والله بص أنا عارف المعادلة دي تتحل ازاي، احنا هنجيب الأحادي والزوجي والحاجات اللي احنا نسيناها دي. فلا، حاول ان انت تتعلم من الذكاء الاصطناعي. دلوقتي الناس كلها منزله الشات جي بي تي، ممكن تساله عن ايه احسن روتين في اليوم ممكن تستخدمه بحيث ان انت تحقق نجاحات في شيء معين، ايه دايت معين، ايه ان هو يكون الكوتش بتاعك مثلا لو انت عاوز تتمرن، عاوز تحقق حاجات في الرياضه، حاجات كتير. يبقى عشان ما اطولش عليكم، قلنا اول حاجه the growth mindset، تاني حاجه الكسل، والكسل مميت. لا، حاول ان انت تفصل نفسك، حدد، والله الموضوع سهل جدا، حدد 2-3 في اليوم وخاصه قبل النوم، حياتك هتتغير تماما. حدد وقت ان انت مش هتتفرج على فيديوهات بدون هدف، لا، انت اخرك لما تبص في الموبايل هتبص عشان في نوتيفيكيشن جالك، في حد انت عاوز تكتب له، ايا كان. تالت حاجة الا وهي البيئة اللي حواليك. كان في زمان بيقول لك عرفني مين او قول لي مين صحابك اقول لك انت مين. لا، دلوقتي السؤال كالآتي: قول لي مين 3 من صحابك وانا اقول لك مستقبلك عامل ازاي. انت عشان مستقبلك يكون مليان بالنجاحات لازم من دلوقتي تنقي الناس اللي هي فعلا راحة في الاتجاه ده. ما ينفعش انت رايح مثلا من القاهرة نازل الشرقية او العكس تركب ميكروباص او وسيلة مواصلات راحة اتجاه تاني خالص، صح؟ انت هتروح معاهم، لكن لا، لازم تركب مع الناس اللي رايحين الاتجاه اللي انت رايحه، الا وهو النجاح. 1 growth mindset، لازم المايند سيت بتاعنا يكون هادف دايما للتنمية. النهاردة أنا حاسس إن الموضوع ده صعب عليا، لكن بالمذاكرة بالمجهود إن شاء الله بإذن الله هيكون سهل. وهي معادلة بسيطة جدا، لو تفتكروا أنا قلتها في فيديو قبل كده، فقر وجوع تحديات، هل ده ممكن يخلق إنسان ناجح؟ مستحيل، لكن في عامل واحد بس لو اتحط في المعادلة دي هيخلق أحسن إنسان ناجح، ألا وهو الإيمان بالنفس. لازم تكون مؤمن بنفسك، لازم يكون عندك طاقة يا بطل، لازم تكون عندك طاقة وتكون متأكد 1,000,000% إن أنت واصل أو رايح الاتجاه ده. هنختم الفيديو، أتمنى إن شاء الله بإذن الله الفيديو يكون عجبكم، وأنا برضو هشارك دايما معاكم الطاقة الإيجابية اللي أنا بسعى لها. أنا مش مولود بطاقة إيجابية، ولكن أنا بسعى إن أنا دايما يكون عندي البوزيتيفيتي أو الإيجابية إن أنا أستفيد منها، وإن شاء الله بإذن الله هدفي إن إحنا كمان نستفيد كلنا منها. وإن شاء الله بإذن الله الفكرة بتاعتي دي تكبر، لأن أنا عاوز أعمل كوميونيتي تشامبيونز بالعربي. عند مرحلة معينة إن شاء الله بإذن الله نكون لمينا متابعين، نكون لمينا ناس فعلا أبطال، ونستفيد ونركب وسيلة المواصلات اللي موديانا على الطريق اللي احنا عاوزينه إن شاء الله مع بعض إيد في إيد إن شاء الله بإذن الله الفكرة تتحقق. وتوكلنا على الله ويا أبطال. أتمنى لكم سهرة سعيدة، صباح حلو، أيا كان أنت بتتفرج عليا منين، بتتفرج عليا إمتى.
يومك زي الفل. سلام.